السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا النهارده بقى العظمة والجمال اللي احنا عاملينه ده. والله العظيم حاجة تفتح النفس، بجد حلو قوي. طاجن سهل جدا وسريع ومكوناته بسيطة جدا، ويعني مش مكلف برضو، تكلفته بسيطة. واهم بقى في الموضوع ان هو مش بياخد وقت نهائي. يعني انا قبل المغرب بس بحوالي ساعة الا ربع اشتغلت فيه على طول، وكان قبل المغرب كمان بحوالي 10 دقايق كان خلصان. تعالوا بينا كده نشوف احنا عملنا ايه. معايا هنا 3 حبات من البطاطس كده كبار، قطعتهم كده مكعبات عشوائية، وحطيت عليهم رشة من الملح وازودهم مية واحطهم على النار يتسلقوا معايا. معايا هنا ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليه بصلاية كده كبيرة مبشورة ناعمة جدا، وصفيتها من المية بتاعتها. رشيت عليهم شوية من الفلفل الأسود، ومكعب كده من الماجي. ممكن تحطيه فورية أو مكعب براحتك خالص، مش حابة خالص تحطي مكعب ماجي يبقى تظبطي الملح بتاعك. وحطيت عليهم كمان يعني ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. فضلت اقلب فيها كده، بصراحة انا خدتها كده فرمة في الكبة لحد ما نعمت معايا وبقت زي العجينة كده زي ما انتوا شايفين. دي خطوة مهمة جدا بايديكي بقى او في الكبة، لازم تعجنيها كويس جدا علشان بعد كده الكفتة مش عايزينها تفك معانا. بعد كده بعوز ايدي كده شوية من الزيت او شوية من مية البصل اللي انتي صفتيه، وببتدي كده اكور. عايزة تعمليها صوابع، عايزة تعمليها كور، براحتك خالص. اكورها كده، بس اهم حاجه ان انا بدمجها في ايدي كده شمال ويمين علشان بعد كده ما تفكش معايا. يعني بنعمها كده شويه في ايدي وبعد كده بكورها. معايا هنا 3 حبات من الطماطم كده متوسطين، ضربتهم في الخلاط وبعد كده صفيتهم من التفل بتاعهم. تمام كده، هركنها بقى دلوقتي على جنب، وهجيب كده طاسه احطها على النار، واحط عليها كده معلقه يعني مش مليانه قوي من السمنه، لان ممكن طبعا اللحمه تنزل معايا دهون. واول ما الطاسه تسخن معايا والسمنه تسخن معايا، لازم تسخن علشان الميه اللحمه ما تنزلش ميتها. هبتدي على طول احط الكفته كده فيها، وايدي بقى مش هتيجي جنبها. يعني مش هقلبها خالص بالمعلقه، لازم ههز كده الطاسه بايدي زي ما انتوا شايفين كده، علشان برضو ما تفكش معانا. ما تقلقيش، هي ان شاء الله مش هتفك خالص، بس برضو الاحتياط ايه ويجي. زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبها كده بالطاسه. خلاص كده، اول ما تبتدي كده تاخد لون معايا عادي بقى، هنا خلاص هي مسكت نفسها، ممكن اقلب بقى بالمعلقه عادي. هفضل كده اقلبها شمال ويمين لحد ما تاخد كده لون ذهبي خفيف، وبعد كده هطلعها واركنها دلوقتي على جنب. وفي نفس المكان كده بالظبط هحط كده يعني حوالي فصين من التوم المفرومين على السريع كده. انا مش عايزه التومه تحمر ولا حاجه، بس مجرد ما ريحتها تطلع هبتدي دلوقتي انزل بالطماطم اللي انا كنت مصفيها. هحط بس كده عليها رشة بسيطة كده من الفلفل الأسود، ومعلقة كده صغيرة مليانة من البابريكا، تديها كده لون أحمر حلو. مش هحط ملح دلوقتي، هظبط الملح بعدين علشان الملح ما يزيدش معايا. حطيت كمان كده ما بين صوابعي حاجة بسيطة كده من الزعتر. مش عايزين نكتر بهارات وتوابل لأن الوصفة بسيطة جدا، ومش عايزين طعم التوابل تغير من طعم الوصفة بتاعتنا. كل حاجة كده تكون بسيطة. أول ما الطماطم تبتدي تغلي معايا، هرجع بقى كده أنزل الكفتة تاني، وأسيبها بقى كده يعني الكفتة تكمل سوا في الصلصة، وكمان الصلصة تتسبك معايا شوية. أما تبتدي كده تغلي شوية، هبتدي بقى أدوق الملح بتاعي، أظبط يعني الملح. محتاجة ملح هحط، مش محتاجة مظبوطة يبقى خلاص كده تمام. خلاص كده الصلصة اتسبكت وكمان اللحمة استوت معايا أو الكفتة استوت معايا. هطفي بقى عليها النار وهركنها على جنب، وكده خلاص البطاطس اتسلقت. هابتدي بقى دلوقتي حطيتها كده في مكان واسع علشان أعرف أهرسها كويس. حطيت عليها معلقة كبيرة من الزبدة وهي سخنة. خلي بالكوا البطاطس المهروسة علشان تبقى بيوريه يعني تتهرس معاك وتبقى ناعمة جدا، لازم تهرسيها وهي سخنة. بشوكة بقى بمعلقة، عندك هراسة بطاطس يا بختك، ادعيلي كده ان انا اجيبها لاني بنساها. اي حاجة بقى كده افضلي بقى يعني اهرسي فيها لحد ما تنعم معاكي خالص. حطيت عليها رشة بسيطة جدا من الملح، لان طبعا انا كنت حاطة ملح وهي بتتسلق، ورشة بسيطة برضو جدا من الفلفل الاسود، وزيهم من الكمون.
هابتدي بقى دلوقتي أنعّمها كويس جدًا لحد شايفين بقت عاملة معايا إزاي؟ إحنا عايزينها كده. أحطها بقى كده في الطاجن أو في الصينية اللي أنا هاشتغل فيها، اللي أنا هاقدّم فيها على طول. بُصّوا البطاطس بوريه ناعمة جدًا، جدًا، إحنا عايزينها تبقى كده، ما يكونش فيها أي تكتلات، عشان لمّا تيجي تقطعي كده منها في الصينية تطلع معاكِ كده خرطة كده سليمة، وكمان وإحنا بناكلها برضه ما نلاقيش في تكتلات كده تضايقنا. شايفين عاملة إزاي؟ تحفة جدًا. بعد كده هانزل بقى بالكفتة أحط بقى كمان كده الصلصة معاها من على الوش. اعملي بقى الكمية اللي تناسبِك والكمية اللي تناسب أفراد الأسرة عندِك. حطي بقى الصلصة كده من على الوش، حاجة بجد الريحة كانت فظيعة جدًا، وبجد حاجة تفتح النِفس، كمان ما خدتش معانا أي وقت خالص. خلاص كده هابتدي بقى دلوقتي أحط على الوش كده جبنة موتزاريلا، ما تستخسريش بقى يعني زودي شوية، بتدي شكل حلو وطعم حلو. طبعًا إحنا مش هنشغّل عليها الفرن من تحت خالص، إحنا هنشغّل عليها الشواية بس. بس ما تعمليش زيي بقى، أنا كنت معلية الشواية شوية فالوش احمر زيادة شوية. فأنتِ خلّي الشواية يعني النار بتاعتها تكون متوسطة، وخلّي عينِك عليها على طول لإن هي مش بتاخد أي وقت، طبعًا إحنا كل حاجة حاطينها مستوية، إحنا بس عايزين الوش ياخد لون بس والجبنة تسيح. تعالوا كده نشوفها من قدّام عاملة إزاي، بجد حاجة تفتح النِفس، جميلة جدًا، جدًا فوق ما تتخيلوا، وبسيطة جدًا، جدًا زي ما شفتوا كده. تعالوا بقى شوفوا لي الجمال والحلاوة ومطة الجبنة الفظيعة. دي بقى عايزة تتعمل تضبطي نفسِك كده إن هي تطلع من الفرن تتاكل على طول، عايزة تتاكل وهي سخنة، حاجة خطيرة جدًا وتفتح النِفس. أتمنى تجربوها، الوصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وكمان سريعة جدًا. أنا عارفة إن إحنا كلنا كستات بيوت بنحب دايمًا الحاجة اللي بتخلص معانا بسرعة. تعالوا كده نشوف الجمال والحلاوة كلها. طبعًا تقدري تقطّعي كده منها يعني هتطلع معاكِ سليمة الخرطة بخرطتها ما تقلقيش، مش سايبة خالص من بعضيها. إحنا منعّمين البطاطس ومخلّينها كده حلوة ومتماسكة جميلة، وطبعًا هي بتتاكل بالعيش وجنبها بقى شوية مخلل كده حلوين، بجد حاجة حلوة أوي. يعني مش شكل بس اللي حلو، لأ بجد هي فعلًا طعمها جميل، أتمنى تجربوها وأنا متأكدة إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. شايفين مطة الجبنة عاملة إزاي؟ زي ما قُلت لِك بقى دي تضبطي نفسِك إنها تطلع من الفرن تتاكل على طول، هي عايزة تتاكل سخنة. أتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ويا ريت تجربوها عشان أنا متأكدة إن هي هتعجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.